دخل البيت مفقود، خرج منه مولود. حلقتنا النهارده عن بيت الجن في سمنود. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم الابواب المغلقه. حلقتنا النهارده هنحكيها بلسان صاحبها. بيت كبير مهجور لسنين كتير وسط الأراضي الزراعية في قرية بعيدة عن المدينة في سمنود. قريب منه جسر تحتيه ترعة. الجسر والترعة مكان للرعب بالنسبة لأهالي القرية. ليه؟ حصل فيها حالة غرق زمان والجثة ما ظهرتش غير بعد ما اتنفخت ب3 أيام، ومن ساعتها الجسر والترعة مكان للرعب بالنسبة لأهالي القرية. جسر طويل فيه أعمدة إنارة كتير، تقريبا على كل 50 متر في عمود نور. لحد كده الحكاية تمام. حكايتنا هتبتدي من أول ما ابن صاحب البيت قرر يبلغ أهله إنه هيستقل بنفسه في بيت القديم. بدأ يقول لهم كده، فبدأت تظهر له كائنات أشبه بني آدمين بيقعدوا معاه في الأوضة بيسلوه، يتكلموا معاه ويتكلم معاهم. الغريبة إنه ما كانش بيخاف منهم، لحد ما قرر في يوم الساعة 12 بالليل إنه هيغادر بيت أهله ويستقل بنفسه في البيت القديم. أخد حاجته ومحتوياته وعربيته وطلع في طريقه للبيت القديم ده. مجرد ما وصل للجسر بدأ يسمع صوت صريخ شديد جدا، وأعمدة الإنارة بتاعة الجسر كلها فصلت والدنيا بقت ضلمة كحل. بدأ يخاف من صوت الصريخ ومن الضلمة. قاد الكشاف بتاع عربيته وقاد كشاف الموبايل بتاعه ونزل يشوف صوت الصريخ ده جاي منين. لحد ما بيبص ناحية الترعة لقى في راجل شكله غريب ومخيف طالع من الترعة ورقبته كلها دم، بيمدله ايده وعمال يقوله الحقني وانجدني بسرعة. استعاذ بالله من كتر رعبه وجري على عربيته، وفجأة الأنوار كلها قادت والشخصية دي اختفت. خد عربيته ووصل لحد البيت القديم عشان يفتحه ويدخل، ويلاقي إن البيت متكركب وريحته وحشة جدا، مهجور بقى. اختار أوضة من الأوض وقرر إنه يرتبها بشكل بسيط وإنه هينام فيها الليلة دي لحد ما يشوف يعمل إيه في البيت تاني يوم. بالفعل دخل غير هدومه ورتب الأوضة ونام فيها عشان يجي الساعة 2 بالليل يسمع صوت لناس كتيرة موجودين في الصالة عنده بره. فتح باب الأوضة وطلع عشان يشوف ايه اللي بيحصل. لقى ناس شبه اللي كانوا بيظهروا له قبل كده، بس أشكالهم المرة دي مخيفة وعددهم كبير جدا. فواحد منهم بصله وقال له انت جيت سكنت معانا هنا؟ ده بيتنا يا اخي. وقعد في وسطهم شخصية ضخمة لونها رمادي، ملامحها مش واضحة بالنسبة له، بس كان شكلها مخيف جدا وكله كان قاعد خايف منه. خاف منهم ودخل اوضته وقفل بابه وقال يمكن ده من رعب من اللي شافه في وقت ما كان ماشي على الجسر. غمض عينه وراح في النوم، وصحي تاني يوم الصبح عشان يروح شغله. فتح باب الأوضة لقى إن البيت مترتب ترتيب هايل جدا وريحته نظيفة جدا جدا كأنه عمران من سنين كتير. بالفعل وصل شغله عشان يلاقي بعد أذان الظهر تليفون من والده بيقوله تعالى اتغدى معانا النهارده. وافق، بس كان متردد، بس وافق انه يروح يقضي اليوم مع اهله ويتغدى معاهم، وبالمره كانت في نيته يحكي لهم ايه اللي حصل معه. بالفعل بعد ما خلص شغله اخد عربيته ووصل لبيت اهله عشان يوصل على الغدا. وهو في الطريق بدأ يسمع صوت في ودانه شديد اللهجة وبيزعق له وبيحذره انه يروح لاهله ويرجع على البيت على طول. ما سمعش كلام الصوت ده واخد طريقه لبيت اهله وقعد معاهم واتغدى معاهم. وبعد الغدا قرر انه يحكي لوالده على اللي شافه في يوم وامبارح طول اليوم لوحده. وصل له صوت تاني في ودانه بيكلمه بنفس اللهجة شديدة وبزعيق شديد وبيحذره انه يحكي اي تفاصيل حصلت معاه امبارح لاهله. ما سمعش الكلام برضه وحكى لوالده، ولكن للاسف كان والده مشغول عنه ومش مركز معاه في الكلام. خلاه اتحرك شوية واستأذن منه وروح البيت بحجة انه تعبان وعايز يرتاح من بعد شغله. بالفعل وصل البيت بتاعه ودخل لقى البيت متكركب جدا وريحته بشعة.
أكن في جثث مفجورة جوه، ريحة لا تطاق. دخل أوضته وعرف إن هما اتضايقوا منه خلاص، غير هدومه ودخل الحمام عشان ياخد الدش بتاعه ويغسل وشه ويفوق. لقى الراجل أو الشخصية الضخمة الرمادي موجودة جوه في الحمام. أول ما دخل ده رزع الباب ومسكه من رقبته، ولأول مرة كانت شخصيته وملامحه واضحة بالنسبة له. شخصية رمادي ضخمة طويل جدا، ريحته بشعة جدا جدا، عينيه سودة سواد شديد ومشقوقة بالطول. خاف من شكله بدرجة تخوف بطريقة رهيبة. وفي الآخر مسكه من رقبته وخنقه وقال له: أنا حذرتك إنك تحكي عننا ولا تجيب سيرتنا، بس أنت ما سمعتش الكلام ولازم تتعاقب. بدأ يخنقه وبدأت سخونية الحمام تزيد جدا لدرجة إن نفسه تقل وما كانش قادر ياخده. أغمى عليه ووقع في الأرض عشان يفوق تاني يوم الصبح يلاقي نفسه زي ما هو في أرضية الحمام. قام بص على نفسه في المراية، لقى إن رقبته محروقة حرق شديد جدا، وإن ريحة البيت كلها حريقة، وكأن كان في حريقة قايدة في البيت كله. خاف من المنظر وخد هدومه وقرر إنه مش هيعيش في البيت ده لوحده تاني مهما حصل. روح على بيت أهله، بالفعل حكى لهم اللي حصل إيه معاه. جابوله شيخ بدأ يبص عليه كده وقال إن دول عمار البيت اللي كانوا ساكنين فيه، وانت جيت حاولت تاخد البيت منهم وهم ما قبلوش بده، وبالتالي مكانهم كان أغلبيته في الحمام، عشان كده كانوا بيظهروا لك دايما في الحمام. وما انت قررت انك تعيش معاهم في البيت هنا، دي حاجة أزعجتهم جدا، وبالتالي في حد منهم لبسك وما اعتقدش انه هيطلع منك، بس طالما انت بعيد عن البيت محدش منهم هيأذيك. بالفعل قرر والده انه يعلن البيت ده للبيع. جه حد من أهل القرية قرر إنه يشتري البيت ده، ولأجل الأمانة باباه وابنه حكوله كل اللي حصل في البيت عشان يعني يبقوا خاليين ضميرهم من أي حاجة تحصل. الراجل أصر إنه يشتري البيت منهم وإنه ما بيعترفش بالخرافات دي، وهيروح يسكن هو وأسرته في البيت عادي. اشترى البيت وراح قعد فيه، وبعد شهرين قرر ابن صاحب البيت إنه يرجع يتواصل مع المشتري تاني عشان يعرف هل حصل معاه حاجات زي اللي ظهرت له ولا لأ. تكلمه واتفق معاه انه يشوفه ويسأله عن اللي شافه في البيت، ظهر له حاجة زي اللي كان بيشوفها ولا ده هو اللي كان مقصود بيه لوحده. بالفعل الراجل قال له: البيت ده بيت ملعون، أول يوم سكننا فيه ودخلنا ننام على الساعة 2 بالليل سمعت صوت ناس كتيرة بتزعق في الصالة بره. أنا قلت العيال صحيوا وبيلعبوا بره وعاملين دوشة. فتحت الباب عشان أطلع أبص ألاقي كائنات شكلها غريب، هم يشبهوا البشر بس شكلهم مخيف ومرعب جدا. واحد منهم بصله وزعق له وقال له: ده بيتنا احنا، انت جاي تعيش معانا فيه؟ من كتر خوفي دخلت الأوضة وقفلت الباب ونمت، وقلت يمكن ده عقلي سرح شوية من اللي سمعته عن البيت. راح في النوم وصحي تاني يوم الصبح عشان يقول لمراته اللي حصل معاه امبارح بالليل، ولقى مراته بتقوله ان ده ممكن تهيؤات من اللي سمعوا عن البيت، وان احنا قاعدين عادي وما حصلناش اي حاجة، روح شغلك وما تشغلش بالك. فتح الباب ونزل شغله عشان يلاقي برضه بعد أذان الظهر تليفون بيجيله من مراته بتقوله فيه: الحقنا بسرعة، والخط فصل. خاف على أهل بيته وعلى مراته، ساب شغله وجري جري على البيت عشان يعرف ايه اللي حصل فيه. أول ما دخل البيت لقى مراته موجودة عادي في المطبخ بتطبخ، مفيش أي حاجة خالص. بصت له وقالت له: انت ايه اللي جابك بدري كده؟ قال لها: انت اللي اتكلمتي في التليفون وزعقتي عشان اجي الحق، كان ايه اللي حصل؟ قالت له: مفيش اي حاجه حصلت. في الوقت ده الزمن وقف بالراجل، وافتكر ان مراته اساسا معهاش تليفون وان تليفونها بايظ وبيتصلح. ازاي الرقم بتاعها اتصل بيه وقالت له الحقنا. دخل الحمام عشان يتوضى ويصلي ويستعيذ بالله من اللي بيحصل له ده، عشان يدخل يلاقي نفس الشخصيه الراجل الرمادي الضخم اللي ريحته وحشه موجود جوه في الحمام. كلمه قال له: دي آخر فرصة ليك تخرج انت وعيالك سلام من البيت هنا، أنا بحذرك من قعدك معانا. الراجل استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل أوضته عشان يصلي وينام شوية. أول ما بدأ يروح في النوم سمع صريخ شديد جدا من مراته في الصالة وبتطلب إن هو ينجدهم ويلحقهم عشان في حريقة في البيت. خرج لقى الحريقة شديدة جدا طالعة من أوضة أولاده، وأولاده موجودين محبوسين في الأوضة وهي مش عارفة تلحقهم. بسم الله الرحمن كلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
دخل بأعجوبة ولحقهم عشان يلاقي في وسط النار دي موجود نفس الكائن الرمادي الضخم، وقال له: أنا حذرتك إن دي آخر فرصة ليك تخرج بمراتك وعيالك سلام من هنا. الراجل ما كدبش خبر، خد مراته وعياله خرجوا من البيت، وحاليا قاعد في بيت بالإيجار ساكن فيه، والبيت لحد دلوقتي ملعون موجود ومحدش موجود فيه خالص. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهارده، استنونا في حلقة جديدة وباب جديد من الأبواب المغلقة.